صباح الياسمين. حديثي مع صديقتي الإسرائيلية. أنا كنت بشتغل في ولاية تانية، الكلام ده من كام سنة فاتت، وطلع معايا بنوتة كده، هي اسيستنت يعني هي المساعدة، واحدة يعني من المساعدين، وكانت صغنونة، كانت حامل. ما كانتش صغنونة جسمانيا، بس كانت حامل يعني صغنونة في السن واضح عليها، وكانت شاطرة وكانت بتحاول تساعدني بأي شكل. يعني مثلا أبقى محتاجة حاجة تشوفني، مثلا بدور على حاجة الاقيها بتجري على طول علشان ايه تجيبها لي. حتى كمان أكتر من مرة مثلا في المكان اللي احنا بنعمل فيه باوزة أو استراحة، ألاقيها مثلا جابت لي القهوة. يعني بتحاول إنها تشد ناعم معايا شوية، يعني إنسانة لطيفة في الشغل، دي حاجة جميلة جدا وأنا بحبها جدا. بعد كده مع الوقت اكتشفت انها بتتكلم عربي، مش بتتكلم عربي بس، عارفة كام كلمة عربي. فانا قلت انها برضو من اصول عربية او مصرية، من اصول عربية، يجعل يعني جاية من انهي بلد، واتولدت سي مثلا في المانيا، والدنيا تمام خلاص كده. انا تخيلت بسبب الكام كلمة العربي اللي هي قالتها انها من دولة لبنان، وانا بموت في لبنان حقيقي، وليا صديقة عزيزة جدا 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 لبنانية، بس هي فعلا لبنانية. وانا بحبها جدا، وبحب كمان اللهجه اللبنانيه، ونفسي حتى كمان ازور لبنان يعني قريب. تخيلت انها كده فدخلت قلبي اكتر. اوكي. فمره بالصدفه الشديده، هتقولوا لي ليه؟ طيب انت ما سالتيهاش مثلا انت من انهي دوله او كده؟ احنا يا جماعه هنا في المانيا يعني، يعني حاجه قليله الذوق شويه ان انا لسه عارفه الواحد، او لسه مثلا بيشتغل معانا او كده، اقعد بقى اساله انت جاي منين، وتاريخ ميلادك ايه، وباباك اسمه ايه، ومامتك، وعشتوا فين، وتاريخ حياتكم. يعني الحياه هنا عمليه اكتر منها حياه شخصيه او حياه ودوده. يعني هم مش ودودين قوي، هم عمليين اكتر. واصلا اللي يشتغل يعني الشغله بتاعتنا ما يلاقيش وقت ان هو يتنفس. اوكي، يعني هو حتى الوقت الفاضي بيبقى عايز يقعده كده مع نفسه في هدوء شديد عشان يهدي اعصابه، عشان ايه؟ يدخل على مرحله ايه، او يعني يبقى متمالك اعصابه عشان يقدر يكمل شغل تحت ستريس طبعا رهيب وكده. فعشان كده انا ما سالتهاش، لكن انا اعتقدت انها من دوله عربيه، او على الاقل اتولدت هنا في المانيا بس هي من اصول عربيه. انا حبيتها جدا بصراحه، خاصه انها كانت لطيفه ولذيذه وبتساعدني بس جه بقى بعد مثلا كام شهر كده والدنيا حلوه خالص، بالصدفه احنا اتقابلنا في الكشة اللي هي المطبخ. يعني في مطبخ كده، مثلا الواحد مثلا لو عايز يعمل كافيه او يعمل اي حاجة يدخل ويستريح، ممكن شوية يقعد شوية مثلا او حاجة. فبالصدفة كده فبقول لها وانت نازلة تعملي بقى الأجازة بتاعتك فين؟ نازلة لأهلك؟ يعني أنا يعني بخبثة المصريين عايزة أعرف هي دولتها إيه، بس بطريقة يعني لطيفة شوية. فبقول لها بقى إيه، ناوية تاخدي الأجازة بتاعتك تنزلي لأهلك ولا أهلك هنا في ألمانيا؟ فقالت لي لا، أنا أهلي كلهم في إسرائيل. حقيقي والله قالت لي كده. طبعا المصيبة كمان الكبيرة إن في الوقت ده كانت الدنيا في فلسطين أو في غزة كانت يعني على أشده. خلاص كده، يعني كان الموضوع كان صعب جدا هناك، وكل الناس كانت مستفزة في العالم كله. وهنا اللي كان يتكلم مثلا في ألمانيا أو كده حرفيا كان ممكن يترفد. حتى في محامية ألمانية ذكرت، وألمانية ألمانية يعني من أصول ألمانية 100%، ذكرت إنها اتكلمت عن الموضوع ده، إنها بتدافع يعني عن إخواتنا، بس اللي حصل إن هي اترفدت من شغلها، ومحامية يعني حاجه، وطلعت على التيك توك واليوتيوب تحكي القصه بتاعتها. فكان الوضع كان متأزم جدا، حتى الالمان نفسهم، حتى ناس كتيره كانت رافضه تماما اللي كان بيحصل لمدنيين زيي وزي حضراتكم، اللي بس عايز يعيش وعايز يشتغل وعايز يحوش فلوس وعايز يسافر وعايز اللي عنده اطفال يربيهم. يعني ناس مدنيه مش عايزه اي حرب ومش عايزه اي مشاكل، عايزه تعيش في سلام وتموت في سلام. فطبعا ده ما كانش راضي اي حد. اوكي، وطبعا انا كنت منهم اكيد، غصب عني انا بشوف السوشيال ميديا، غصب عني انا بتاثر برضو بحاجات زي كده. فالهانم قالت لي ان انا اهلي كلهم في اسرائيل. انا قلت يا دي النيله السوداء، ايه اللي وداهم اسرائيل؟ برضو عشان انا نيتي كويسه. فانا افتكرت انها مثلا فلسطينيه. انا غلطت يا جماعه، انا غلطت، مفيش مشكله خالص، هي مش لبنانيه، فلسطينيه، اخواتنا برضو، اخواتنا برضو.
ويعني ايه ما فيش اي مشاكل معاهم. فاللي حصل قالت لي لا، قلت له وانت فلسطينيه؟ فراحت قالت لي لا انا اسرائيليه، او يعني اهلي اسرائيليين يعني. فطبعا يعني اكيد تعبير وشي يعني، يعني طبعا اكيد تعبير وشي اتغيرت خالص اكيد يعني، ووشي يعني بان عليه الصدمه الشديده، وسبتها ومشيت حرفيا يعني، حتى من غير مثلا ما اقفل الحوار او حاجه، بس انا اتصدمت يعني فاهمه يعني. انتوا عارفين مثلا لما تدخلوا على واحد بحب بقى وتاخدوه بالحضن، بعد كده فجاه الشخص ده مثلا يديكوا قلم على وشكوا. انا كنت كده بالظبط، انا حرفيا كنت عندي الاحساس ده. فسحبت نفسي كده من غير لا كلام ولا سلام ولا اي حاجه. انا ذكرت اكتر من مره انا مش بحب اتكلم في السياسه، وانا شايفه ان كل السياسه ديرتي جدا. انا مش بفضلها، مع اني يعني ساعات بتكلم هنا مثلا شويه في السياسه بصراحه، بس برضو مش هو التيمه، او مش هو الشيء المفضل بالنسبه لي ان انا اتكلم فيه بصراحه. انا احب اتكلم في حاجات اجتماعيه، حاجات نفسيه، طبعا حاجات طبيه لان هو ده تخصصي، ولكن حاجات سياسيه انا ماليش فيها. ولكن انا بني ادم في الاول والاخر، انا انسان، انا مش محتاجه ان انا اكون في السياسه عشان اتكلم في السياسه، او عشان اقول ان الكلام اللي بيحصل ده انا مش مقتنع بيه، وانا انا شايفه ان هو غلط او اثار حتى يعني. يعني اشعر برضو ان في غلط كبير خصوصا للاطفال، او برضو للناس المدنيه اللي هي مش عايزه اي حاجه غير انها تعيش زينا زيهم، يعني ما يستحقوش حاجه زي كده. فانا رحت سحبت نفسي من غير ما اقفل الكلام ولا اي حاجه، زي ما بقول لكم كده. هي قالت لي كده، بعد كده عدت عليها الكلام يعني انت من فلسطين يعني؟ فرحت قالت لي لا من اسرائيل، اهلي اسرائيليين. اوكي، خدت بعضي وخرجت، بس كده. بعد كده بعديها بيوم او حاجه شافتني، زي في طرقه كده كبيره خالص، اللي هي بتوصل على الغرف بتاعه المرضى وكده. شافتني، فانا بصراحه عملت نفسي ان انا مش يعني ايه، بصيت الناحيه التانية وايه. وهي بصراحة يعني تفهمت الأمر خلاص، يعني هي تفهمت الأمر، وبعد كده ما بقتش تضايقني. حتى كمان لما عاوز مثلا حاجة أو كده ألاقيها مثلا إيه، بعتت لي حد أو سابتها لي مثلا على مثلا على المكتب بتاعي مثلا، أو حاجة زي كده، المكان يعني اللي أنا بقعد فيه أو كده. لكن يعني إيه، بدأت تبقى خفيفة شوية، لأن هي أنا بينت لها إن خلاص أنا يعني أنا متضايقة. أوكي. بعد كده بصراحة يعني بحس المصريين، بدأت انا ساعات بحط اضافات على الكافيه. يعني الكافيه انا لا بحط فيه لا سكر ولا لبن ولا اي حاجه، مش عارفه انتوا شايفينه ولا لا، هو شبارتس اهو يعني اسود. بس في بعض الاوقات بحط فيه فانيلا، يعني بحط فيه شعره كده فانيلا، فبيديله طعم ادمان. اوكي، فانا بحبه جدا. المهم بعديها انا بصراحه برضو بخباثه المصريين شويه، فرحت قعدت اسال عليها. اوكي. هي كانت جديده اصلا، يعني هي ما كانتش شغاله بقالها مده طويله، وطبعا احنا بنغير شيفتات كتيره وكده، فيعني مش دايما احنا بنشتغل مع بعض. بس انا قعدت اسال بقى الناس اللي انا اعرفهم عليها، قالوا لي هي شخص عادي جدا، يعني مش شخص اللي هي مثلا بتحب المشاكل او كده. وفي واحده يعني من اصحابي المقربين، وهي ألمانية، قالت لي هي برضو تقريبا معترضة، يعني هي مش سعيدة، هي unzufrieden، يعني هي مش مبسوطة باللي بيحصل. اوكي، هي مش مبسوطة باللي بيحصل. ده يودينا لحاجة تانية. انا خلاص يعني سبت المكان، وتقريبا من بعديها انا ما كلمتهاش، انا برضو انا كنت مستفزة جدا. واتنقلت بعد كده هنا في مكان تاني، وما شفتهاش تاني حتى. كمان يعني لحسن الحظ هي ما تعرفش رقم تليفوني، ما تعرفش حتى حسابي. يمكن بتسمعني دلوقتي وتفهم بعض الحاجات، انا مش عارفه بصراحه، بس يعني هو ده فعلا اللي حصل. احنا هنا يا جماعه نفهم حاجه مهمه جدا. لما الناس مثلا بتسافر من بلادها العربيه للعالم، بتلف العالم، او لما تتواجد مثلا في دوله يعني منفتحه على العالم كله، تلاقي اديان كتيره، تلاقي بلاد كتيره، انت غصب عنك لازم تتحكم في اعصابك. انت غصب عنك لازم تعرف ازاي تتعامل معك، حتى لو كنت بتغلي. اوكي، انت نار من جواك كده، خلاص نار هتحرق كل اللي حواليك. لازم تتمالك اعصابك، لازم تتمالك اعصابك، لازم تبقى كده ايه، زي ما بقول دايما، جبل ما يهزك ريح، جبل. لازم تبقى تتمالك اعصابك. اقول حرفيا الكلمه دي، بس يعني انا هقولها بسرعه. انا في بعض الاوقات لما كنت بشوف فيديوهات مثلا من اللي بتحصل في غزه، حرفيا انا كنت بحاول اقنع نفسي ان ده كله استوديو وده كله تصوير علشان اعرف انام، حرفيا عشان اعرف انام، لان انا ما كنتش بعرف انام من صدمات، يعني تراوما، يعني صدمه عصبيه.
ان حد يشوف الفيديوهات دي، اكيد بتحصل له صدمه عصبيه. فانا كنت ساعات بقنع نفسي ان دي ممكن تكون فيك عشان اقدر انام، عشان انا تاني يوم عندي شغل الصبح فانا لازم انام من كتر الصدمه. فانا كنت مستفزه جدا جدا. يعني لو كان اتعرضت مثلا لحاجه استفزازيه، انا بشخصيتي مش هستفز، بس لان انا يعني مرنت نفسي على مدار سنوات ازاي احافظ على اعصابي. ولكن اعتقد ان ناس كتيره جدا كانت هتستفز في موقف زي ده. خلاص يعني هو مش معقوله يروح مثلا البيت يتفرج على كوارث زي كده وبعد كده يرجع الشغل يتعامل معاه. فلازم الواحد يتمالك اعصابه، لا اما هيخسر كل حاجه، يخسر شغله ويخسر سمعته، وممكن كمان يتعرض مثلا للقضاء، يتعرض للمخابرات الالمانيه، يتعرض لحاجات كتيره جدا، مشاكل كبيره جدا لمجرد ان هو عبر عن احساس. فلازم يعرف امتى يعبر، لازم دايما يتحكم في نفسه. ده الصح ولا الغلط؟ الصح ان انا اقول الكلمتين دول دلوقتي ولا غلط؟ ما اسيبش اندفاعاتي او عصبيتي هي اللي تنطلق. ما ينفعش، في بعض الاوقات لازم امسك اعصابي لما الامور كلها هتفلت من ايدي. اوكي، دي الحاجه الاولانيه. الحاجه الثانيه زي ما قلت، الواحد لما بيسافر مثلا، او لما حتى انا سافرت دول كتيره جدا في العالم جدا، يوصلوا مثلا ل 42 دوله حرفيا، وبحب السفر جدا. لازم، او حتى اللي يعيش مثلا في مكان مفتوح في ديانات وفي بلاد وفي، لازم تعرف ان في بعض الاوقات ان الناس مختلفه عن السياسه بتاعتها. خلاص، انا المانيه، انا معترض على كتير من السياسه الالمانيه، خلاص كده معترض على كتير من السياسه الالمانيه. في ناس كتيره، انا الروس مثلا، انا بحب برضو الروسيات اللي انا اتعاملت معاها. افضل اصطف، انا بحب الروسيات، افضل اصطف انا اتعاملت معاه لما يكون في روس. بيحبونا جدا، اوكي، بيحبونا جدا جدا، وفيهم كتير جدا من الحاجات الشرقيه، العشره والحاجات دي، هم بيحبونا جدا وانا كمان بحبهم بصراحه. خلاص، لما تيجي مثلا تسالهم يقولوا لك لا، احنا رافضين تماما ان روسيا تدخل في اوكرانيا، ودول ناس زينا، وفي اطفال وفي وفي وفي. اللي انا عايزه اوصله يا جماعه ان في بعض الاوقات، مش في بعض، كتير، اوكي، ان البشر نفسهم اللي عايشين في دوله يكونوا اصلا مقموعين، يكونوا اصلا رافضين اصلا للسياسه. يبقى احنا نوسع ذهننا شويه. انا مش بتكلم على الحاله دي بس، انا بتكلم الجماعيا. اوكي، انا بتكلم الجماعيا، ما اخدش يعني الحابل في النابل. اوكي، انا مثلا دوله مثلا سياستها مش عجباني، انا ماليش علاقه بالناس اللي فيها. لازم اعرف الانسان، ممكن الانسان ده اصلا يكون من المعارضه، يكون اصلا بيطلع يعارض، يقول ان الكلام ده غلط وان الكلام ده ممنوع وان الكلام ده. فلازم الواحد يوسع ذهنه. طلع بقى يعني انسان مش كويس، يبقى يترمي في الزباله. اوكي، يترمي في الزباله، ما فيش مشكله، بس الواحد لازم يوسع ذهنه شويه. لازم برضو الحاجه الثالثه بالنسبه للاديان، لازم يبقى الواحد نيوترال، يعني ماسكت فيس. انا ماليش علاقه، انت زي ما بقول لكم كده، انت بتعبد حرفيا جلده حنفيه، خلاص، انا مالي، انا ماليش دعوه، انا اللي هدخلك النار ولا هدخل، انا مش عارفه اصلا انا هدخل فين. فانا ولا هدخلك الجنه ولا هدخلك النار، انت ليك حاجه بتعبدها، فايتس اوكي. انا اللي يهمني الاخلاق بتاعتك. فدي برضو انا بحاول بقدر الامكان ان احنا نعمل وعي، خلاص، للشباب الصغير اللي عايز يسافر، بنات او ولاد، للناس الكبيره، عشان تفهم خلاص الحياه اصبحت قرية صغيرة جدا 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 جدا. يعني حتى في دلوقتي مثلا حاجات أفلام كده بتبقى مدبلجة حرفيا، يعني بيتكلموا بلغتك اللي انت بتسمعها. الألماني هنا كلها حرفيا مدبلجة بالألماني. كل الأفلام اللي بتيجي من هوليود أو كده هي مدبلجة حتى بتاعت الأطفال الصغيرين بتبقى مدبلجة بالألماني. فالعالم انفتح تماما بسهولة شديدة، تفهم الطرف الثاني بيتكلم في إيه، وإيه مشاعره، وإيه اتجاهاته، وإيه كل حاجة. عشان كده لازم الواحد يوسع ذهنه شوية عشان يقدر يعني يقدر يتعامل مع الناس كلها، يقدر يكون علاقات كويسة مع ناس كتيرة، يقدر يفهمهم. انت لو فهمتهم هيبقى في تعاون، هيبقى في يعني تفهم للامور. يعني انا حتى كمان مثلا لو اعترضت مثلا على البنت دي، انا كنت اكيد هترفض 100%، وما كنتش وكان هيتحط عليا. ولو كنت رحت بقى مكان تاني اشتغل فيه هيقولوا ان دي مثلا ما بتتعاونش مثلا مع التيم وورك او حاجه. خلاص بقى بعد كده بقى الاقي واحد ملحد مش هعرف اتعامل معاه، واحد جاي من دوله انا ما بحبهاش مثلا تعرضت فيها العنصريه يبقى مش هتعامل معاه، واحد مش عارفه ايه، واحد ايه. اعصابي، تفكير داخلي جوايا. وانا افضل وبنصح اي حد ما يتكلمش في السياسه هنا في المانيا اصلا، اوكي، لان هي السياسه ديرتي في كل مكان في العالم، مش في مصر بس ومش في المانيا بس، في العالم كله.
لقيت بقى حد قريب منك وانت بتحبه وخلاص والدنيا تمام، ممكن ايه تفصح شويه عن اتجاهاتك السياسيه، بس اكتر من كده ايه ما تعملش، علشان ما تدخلش نفسك في مشاكل. في ناس مش فاهمه كتير، انا ممكن اكون مش فاهمه برضو كتير، فيش مشكله، وارد جدا. اوكي، فانا ليه اخسر انسان كويس وانسان محترم؟ انا مش بتكلم على البنت دي بس، انا بتكلم الجماعيين. ليه انا اخسر مثلا انسان كويس وواحد بوذي مثلا، بوذيين فعلا حرفيا. كان في بنت اعرفها برضو في نفس المكان على فكره، كانت فعلا حرفيا بوذيه وكانت بتتكلم عن البوذيه. انا ليه اخسر انسان؟ انت ليك اعتقادات، انا ليه عقلي اللي قرر انا هؤمن بايه. لكن احنا لينا العلاقات الكويسه، الشغل مع بعض، احترامنا احنا الاثنين، القانون بيحمينا من بعض، فده كده تمام. ده اللي انا عايزه اقوله يا جماعه. السفر لبره فعلا ليه 5000 مليار فايده، بيوسع ذهنك، ما بيحصركش في دايره ضيقه هي مجتمعك، ولكن بيوسع ذهنك على العالم كله، بتستفيد من العالم كله. دي حاجة بصراحة أنا بلاقي فيها متعة، لما بشوف ثقافة مختلفة تماما أتكلم معاها وأشوف أكلهم إيه وشربهم إيه وكل حاجة. وساعات بتحصل حاجات لطيفة ومش لطيفة زي اللي أنا حكيتها لكم دلوقتي، بس برضو نتعلم منها إن إحنا لازم نحافظ على أعصابنا مهما يحصل، عشان ما نخسرش خسائر كبيرة ممكن تأثر على حياتنا بشكل كامل. صباح الخير واتمنى لكم يوم سعيد. انا عملت كذا فيديو صورته، بس انا بس هعمل لهم مونتاج، حاجات يعني طبيه جدا زي الاسئله اللي انتوا سالتوهاني انا ركزت عليها، وحاجات تانية مواضيع تانية حاول انزلها كده كل يوم كده كام واحده عشان نستفيد بيها كلنا. اتمنى لكم يوم سعيد. باي باي.